السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين فيكم. راح أتكلم اليوم عن حساسية الجلد. حساسية الجلد هي حساسية بيحصل تهيج بسبب التفاعل الجهاز المناعي مع شيء غريب يلمس الجلد. يعني أي حاجة غريبة بتلمس الجلد ممكن يحصل فيها منها حساسية. أعراض الحساسية: طفح جلدي على الجلد، حرقان في الجلد أو مكان الحاجات الحمراء اللي بتطلع في الجلد، نتوءات بتبقى زي حبات صغيرة هيك. ممكن تيجي حساسية تورم، هذا خصوصا حساسية أشعة الشمس. أنواع الحساسية: الأكزيما، التهاب الجلد التحسسي، الوذمة الوعائية الوراثية. ممكن أحيانا تيجي بوراثة. أسباب الحساسية: أول حاجة ممكن أنت بتلاحظ النشرة اللي داخل الأدوية، يقول لك لو شعرت بكذا أو كذا راجع الطبيب. ممكن تاخدي علاج يعمل لك حساسية، عشان هيك الطبيب أول ما تروحي للطبيب بيسألك إيش عندك كذا وكذا، عشان لما يعطيك بتاخدي علاج، عشان لما يعطيك علاج ما يتعارضش مع العلاج اللي هو انت بتاخديه. بعض الأطعمة ممكن تعمل حساسية. في ناس لما بتاكل بيض، في ناس لما بتاكل موز، في ناس لما بتاكل سمك، في ناس لما بتاكل بندورة بتعمل لهم حساسية، بكون عندهم نسبة أملاح زيادة فبتعمل لهم حساسية بالجلد. البخاخات تبعت الحشرات لما بنرش تعمل حساسية في الجلد. خلوا بالكم البخاخات هذه وحساسية في الصدر في الجهاز التنفسي، فخلي بالنا منها. النايكل معدن بيستخدموه في المجوهرات والمكياج والصابون والشامبو وبعض الأدوية، كل هذه بتعملها. في ناس عندها حساسية من الذهب على فكرة، تيجي تلبس حلق أو خاتم تلاقيها الأذن التهبت أو مكان الخاتم التهب. سبحان الله، حسب مقاومة الجسم والمناعة تبعت الجسم. طبعا دايما الدكتور لو رحنا للدكتور بنصحنا بحاجات مضادات الهستامين. وأحسن نوع علاج لحساسية العين، حساسية الجلد، حساسية الجيوب الأنفية ليفوهستام. نصيحة لوجه الله تعالى. ممكن نعالجها الحاجات هذه بالبيت بالأعشاب، اللي هو عندك جل الصبار، كمادات المي الباردة. يعني دايما الدكتور اول حاجه بيسالك بقول لك ايش اكلت، عشان يعرف هل الحساسيه اللي جاي لك عن طريق الاكل ولا عن طريق الادويه. ممكن زي ما قلت لكم تاخذ علاج، ولما تيجي لك حساسيه مثلا اجتك اليوم، سبحان الله تعالي السنه الجاي في نفس الشهر في نفس اليوم تلاقي الحساسيه رجعت لك حتى لو خفت. في بعض الاحيان طبعا احنا بنقول ونلبس دايما الملابس القطنية، عشان هي بتعمل البوليستر والحاجات هذه برضك تبقى حامية على الجسم، تعملنا حساسية بجلدنا. ونحافظ على نفسنا طبعا، النظافة التامة والحاجات هاي ما ناخدش ونلتزم بكلام الطبيب. والعفو والعافية للجميع. لايكاتكم، اشتراكاتكم، تعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.